يا ساتر يا رب، انت مين؟ انت اللي مين يا ابني وجاي هنا ليه؟ انا عزيز. ايه يعني عزيز؟ يعني عزيز ايه يعني؟ ايه عزيز ده اسمي. انا اول يوم ليا هنا في الدراسة، وكنت بتمشى كده في الكلية اتفرج عليها، وبصراحة رجلي اخدتني للطرقة هنا، ولقيت يافطة مكتوب عليها فريق كلية التجارة للفنون المسرحية. بصراحة الفضول اخدني وقلت اخش اشوف فيها ايه، يمكن الاقي مسرح مصر او علي ربيع، او امثل انا. علي ربيع او تمثل انت بتعرف تمثل؟ بصراحة معرفش. مش مهم. هنا في الفريق مش مهم تكون بتعرف تمثل ولا بتخرج ولا بتألف، المهم يكون عندك استعداد تنتمي لكيان طلابي هتتعلم منه حاجات كتير جدا وهيفرق معاك كتير قوي. اما الباقي بقى فعلينا احنا؟ انتم مين؟ احنا فريق كلية التجارة للفنون المسرحية، اقدم فريق فنون مسرحية في جامعة اسكندرية، وتاني اقدم فريق فنون مسرحية في جامعات مصر. طب حضرتك بقى مين في الفريق؟ أنا اسمي أيمن الخشاب، مؤسس الفريق. أسست الفريق ده سنة 1981. 1981؟ ده أنت دفعتك لواء. أوبا، إفيه جميل جدا. طب شوف بقى يا سيدي، أنا هتفق معاك على اتفاق. أنا هاخدك في رحلة معايا أعرفك فيها أصل الحكاية، أصل حكاية الفريق، تاريخ الفريق ونظامه والأسس اللي اتبنى عليها ولايحته وكل شيء يتعلق بالفريق، وحسيبك تقرر يا إما تبقى معانا في الفريق يا إما تفضل طالب عادي زي ما دخلت زي ما طلعت. جاهز؟ جاهز. الحكاية بدأت وأنا في سنة رابعة. أنا كنت في عشيرة الجوالة اللي اتعلمت منها حاجات كتير جدا، واتعلمت على إيد قادة كبار جدا. وأنا في سنة رابعة كان عندي حلم، كنت بحلم إن أنا أسس فريق للمسرح في الكلية. الحلم ده بدأ يقرب لما بقيت أمين للجنة الفنية، لكن البداية كانت في مكتب أستاذ عابد مخلوف مشرف النشاط الفني في الوقت ده في مبنى رعاية الشباب. انت عارف يا استاذ عابد انا ما بعرفش اقعد الا كده. القعده دي اللي هتجيب لك الكافي يا اخويا. المهم ايه موضوع الفريق اللي انت عايز تتكلم فيه؟ انا بحلم حلم كبير قوي يا استاذ عابد. حلم ايه يا سيدي؟ بحلم ان انا اسس فريق مسرح في الكليه. وايه الجديد يعني؟ ما كان في مسرح قد كده في الكليه والعميد لغاه بعد التجاوزات اللي حصلت اخر مره. كان اخر عقد ليهم مبادره حب تقريبا. طب ما انا عارف ان كان في مسرح في الكليه، لكن ما فيش فريق للمسرح في الكليه. فرق كبير بين نشاط عشوائي سنه وسنه لا، وبين تاسيس كيان طلابي يستمر، كيان ليه قيادته الطلابيه ولايحه تنظم علاقه الافراد بالقياده وعلاقتهم ببعض. وبصراحه كده يا استاذ عابد انا نفسي الفريق يستغل المسرح في تكوين شخصيه الطالب، بحيث ان هو لما يتخرج يبقى انسان ناجح وعنده قيم ومبادئ ومهارات التعامل مع الحياه. حاول تفهمني يا استاذ عابد، انا المسرح بالنسبه لي وسيله مش غايه. طب شوف يا مليون، ده عايز كيان يستمر بجد يبقى مش فريق مسرح، يبقى فريق كليه تجاره للفنون المسرحيه. اشمعنى؟ يعني عشان الفريق لو واجهه ازمات يقدر يستمر بالجهود الذاتيه. يعني يبقى عنده المخرج، المؤلف، صمم الديكور بتاع الملابس، بتاع المزيكا، من الاخر ما يبقاش فريق تمثيل، يبقى فريق للفنون المسرحيه كلها. فريق للفنون المسرحيه كلها؟ ها؟ اقنعتني يا استاذ عامر، مع ان انت عارف انا صعب اقتنع باي حاجه يعني. طب بقول لك ايه؟ قوم معايا. في مجموعه من الشباب في لجنه الاسره عاملين عرض، ما تيجي نشوفهم ويبقى هم النواه اللي نأسس بيهم الفريق. حلوه قوي الفكره دي يا استاذ عامر، يلا بينا. عشان كده الأغنية اللي أنت سمعتها لي بتقول لي أولنا هنقول الخشاب اللي هو أنا. أيوة يعني. طيب تمام ماشي تمام. بس باقي الأغنية بقى بتقول لي الكعكي والدوج وعصمة، دول مباحث؟ دول بقى مجموعة المؤسسين الخمسة للفريق. واسأل عنود. عنود ده المأمور. عنود هو اسم الشهرة للأستاذ عابد مخلوف، مشرف النشاط الفني في الوقت ده ما كانش مشرف عادي، كنا بنعتبره أخونا الكبير اللي اتعلمنا منه كتير جدا، واللي فضلت علاقتنا بيه مستمرة لغاية آخر يوم في حياته. أما الكعكي فهو أول رئيس للفريق. الحقيقة أنا ما كانش ينفع أبداً أن أنا أبقى رئيس للفريق، لأني كنت مشغول بتنظيم الفريق ووضع قواعده وإجراءاته ولايحته. أما طارق عثمان فهو تاني رئيس للفريق. الدوج بقى ده اسم الشهرة لمجدي شاهين ربنا يرحمه، وده اللي حصلت في عهده أكبر أزمة واجهت الفريق، باب الشعرية. الأستاذ عابد كان عنده حق لما قال إن الفريق لازم يبقى اسمه فريق كلية التجارة للفنون المسرحية.
في الترم الاول وخلصنا الميزانيه. قالوا لنا اشتغلوا وهندعم الميزانيه في الترم الثاني. دلوقتي بيقولوا مفيش ميزانيه. مفيش ميزانيه؟ يعني احنا كده مش هنشتغل في المسابقه؟ يا لهوي! لا طبعا هنشتغل. ازاي يا دكتور؟ هنعمل العرض بالجهود الذاتيه. بالجهود الذاتيه؟ وهي كلها مش هيطلع على خالص؟ ولا مليم. ليه؟ ده ولا حتى ايجار المسرح. بس اقول لك على حاجه، احنا معانا المخرج والملحن وكاتب الاغاني، مش هنحتاج ندفع عروض. لازم نخش المسابقه يا جماعه، كل واحد يدفع اللي يقدر عليه وانا هتكفل بالباقي. معاك طبعا. يلا بينا. دي اول ازمه بقى للفريق. دي أول أزمة بس ما كانتش آخر أزمة. ربنا يزيده ويبارك. بعد كده العرض طلع بقى ولا لا؟ رئيس الفريق وقتها كان الدودج، خد القرار الصعب وطلع العرض كله بالجهود الذاتية. واتأكدت وجهة نظر الأستاذ عابد لما سمى الفريق فريق كلية تجارة للفنون المسرحية، لأن كل عناصر العرض كانت من داخل الفريق. يعني مثلا طارق عثمان عمل الألحان وأنا ساهمت في الإخراج، وكمان عم رمضان وفر لنا الديكور والإضاءة بسعر بسيط جدا، وطلع العرض. انت قلت ان دي مش اول ازمه تحصل للفريق، ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ الجماعة الإسلامية استولت على اتحاد طلاب كليات جامعة اسكندرية بالكامل. ما بقتش بقى المشكلة إيه في الميزانية بس، لا ده لا في ميزانية ولا في مكان تعمل فيه بروفات ولا حتى في شرعية إن حد يمضي لك مذكرة تقدمها للجامعة عشان تقدم عرض. الله، امال عملتوا ايه؟ أنت عارف أنا قايل لك من الأول كان الهدف الأساسي هو الاستمرار الاستمرار الاستمرار. عملت عرض القاتل خارج السجن، واخترت النص ده تحديداً علشان كله شباب ما فيهوش ولا بنت. عارف ليه؟ علشان كنا معرضين للضرب في أي وقت من الجماعة الإسلامية، خصوصاً إن إحنا كنا بنعمل البروفات على سلالم مبنى رعاية الشباب اللي هو دلوقتي مبنى دكتور أحمد نور. المهم كل ده تخطيناه، فضلت مشكلة الشرعية. إزاي هنقدم مذكرة للجامعة للمشاركة في النشاط؟ وهنا بقى الحقيقة كان دور أستاذ منجد رياض مشرف النشاط الفني اللي جه بعد الأستاذ عابد. الحقيقة لولا ما كانش ممكن أبداً إن احنا نستمر، لأنه مضى المذكرة على مسؤوليته ومن غير موافقة اتحاد الطلبة. يعني انت عايز تفهمني ان فريق كليه تجاره للفنون المسرحيه هي الفرقه الوحيده اللي بتقدم مسرح على مستوى الجامعه؟ بالظبط كده. وعشان كده أنا فتحت عضوية الفريق لكل طلاب جامعة اسكندرية، مش بس تجارة، يعني فنون، آداب، علوم، كل الكليات. أي طالب في جامعة اسكندرية كان من حقه يدخل الفريق، لأن ده مش مجرد فريق بيمارس نشاط، لا، أنا كنت بعتبره زي فكرة أو رسالة أنا عايزها تمتد لكل كليات جامعة اسكندرية. وبعدين قدمنا العرض بالفرقة. ايوه بس انا عندي فضول شديد بقى اعرف التمويل كان جاي منين. الجامعة هي اللي بتصرف. وبعدين ما تنساش حاجة مهمة جدا، إن إحنا كان معانا عم رمضان الفرن، واللي معاه رمضان الفرن ما يغلبش. مساء الخير يا عم رمضان. يلا بينا. خد انت يا خشام، طمني عليك يا ابني، عامل ايه؟ انا الحمد لله يا عم رمضان، وهعمل يهودي مالطا ان شاء الله. طب كويس قوي. ومعاك كام يهودي؟ اوبا فين؟ هنهزر ولا ايه يا خشام؟ ما ميزانيتك كام يعني؟ ما هو ده بقى الموضوع اللي انا جاي عشانه. 500 جنيه. كام؟ 500 جنيه يا عم رمضان. يلا بينا. 3 4 مستويات ومصاريف الولا هيمه. ماشي شغال يا خشام. انا نسيت اقول لك على حاجه يا عم رمضان، ايجار المسرح دول متقسمين 300 ايجار المسرح والمكياج والملابس. عم محمد قال 200. طب وانا؟ لا انت راجل صاحب بيت يا عم رمضان، احنا كلب فلوس. ايوه انا عايز فلوس. من حيث الفلوس مش هيتبقى حاجه للديكور والاضاءه والعمال ولازم انت، فانا قلت اقول لك يمكن تلغي ولا حاجه. مش هيتبقى حاجه خالص. يلا بينا، دي شغله دي. يا ام ابراهيم عندها كام وش؟ 3 مثلا.
الواحد يبيع منهم واحده يسد بيها للعيال دي. خلاص يا خشاب مش مهم. انا قلت مش مهم برضه يا حضرتك. خشاب اشتغل. هتشتغل ببلاش على رمضان؟ طبعا يا خشاب، دي فرقتي ولازم اخاف عليها حتى لو هدفع من جيبي. ربنا يخليك لينا يا عم. انا عايز المسرح كل مستويات. وهجيب الورق. يعني عم رمضان اشتغل العرض ببلاش؟ هو اشتغل ببلاش وبس، ده كمان دفع من جيبه. وعرفت بعد كده انه باع غويشة لأم إبراهيم عشان يكمل العرض. الموقف ده عمري ما انساه لأبو إبراهيم. والعرض بقى طلع ولا ايه؟ طلع ايه يا عم؟ العرض ده خد حظ ما خدوش ولا اي فريق ولا اي عرض في الفريق. ليه بقى؟ مش بس عشان خد اول اسكندرية واول جمهورية. العرض ده اتعرض في مهرجان طنطا للمسرح الجامعي، اتعرض في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، افتتح مسرح الشباب والرياضة. ولولا عم رمضان ما كانش ممكن ابدا يطلع بالصورة اللي طلع بيها. بالمناسبة بقى، العرض ده أول شغل لإبراهيم الفرن ابن عم رمضان. كنا واخدينه معانا يتفسح، كان لسه عيل صغير. وحصل موقف غريب جدا، بانوهات كبيرة جدا والباب بتاع المسرح ضيق جدا ومش عارفين نعمل ايه. أنا وعم رمضان ضربنا لخمة مش عارفين محتاسين. بصينا لقينا ده طلع لنا كده وأوجد حل عبقري. عرف يدخل البانوهات ازاي أنا معرفش. وساعتها قلت لعم رمضان الواد ابنك ده هيطلع موهوب في المسرح، وقد كان. بصراحة بقى في حاجة أنا مش فاهمها خالص. خير يا ابني؟ وحضرتك بتحكي لي عن أعمال الفريق، لاحظت إن الفريق بيقدم أكتر من عمل في السنة. هو مش النشاط مقتصر على عرض واحد بس اللي هو المسابقة؟ الفريق اخترع نشاط جديد اسمه عرض المدرج. إيه ده؟ المدرج اللي إحنا بنحضر فيه المحاضرات ده؟ أيوة يا سيدي، المدرج اللي إحنا واقفين قدامه دلوقتي. لا بقى معلش، احكي لي القصة من الأول. أنا كنت دايماً بحلم إن الفريق ده يقدم عرض داخل الحرم الجامعي في نفس المدرج اللي الطلبة بتاخد فيه المحاضرات. طبعاً ده كان شيء في منتهى الخطورة في ظل وجود الجامعات الإسلامية. عرضت الموضوع على قائد الحرس ورعاية الشباب اللي وافقوا، وانتظرت موافقة عميد الكلية. وقتها كان الدكتور أحمد نور. الحقيقة هو خد قرار بالموافقة على العرض رغم خطورته، فأخرجت عرض كاسك يا وطن. لكن اللي شال الليلة وتحمل المسؤولية وتعرض لكل المخاطر رئيس الفريق محمد عبد الفتاح. ما تقلقوش يا جماعه، العرض هيتعمل في ميعاده، مفيش اي تغيير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ها أخ محمد، فكرت في اللي اتكلمنا فيه؟ احنا هنعمل العرض واللي عندكم اعملوه. عرض المسرحية في الحرم الجامعي الجنين. يا عم الحرم الجامعي هو هيعمله في الحرم المكي؟ ما توحد الله. لا اله الا الله. احنا هنعمل العرض. ويحط مساء. اهدأوا يا اخوان، فمثل هذه الاشياء لا تاتي الا باللين والرفق. بالليل بالشده العرض طالع. ده كده بتمتحن. بيمتحن ايه يا عم وعلمي نفسه من فوق المدرج بعد التحيه؟ ما تصلي على اللي هيشرح فين؟ عليه افضل الصلاه والسلام. وانت يا عم لمور ولا الامير انت؟ خد حلقه الذكر اللي معاك دي وتوكل على الله من هنا بدل ما تيجي بيه. كيف لك ان تحدث عني انا بمثل هذا العرس؟ سكنت لامك. اهدى يا بدير، لقيتهم بره. خلاص يا ريس محمد، مش هتكلم بس عشان كبرنا موجود. من الاخر كده، ليكم كلام تاني حابين تقولوه؟ لا يجوز الحديث في حضور المتبرجات، ادعونا بالانصراف. متبرجات؟ أمينو واتش اللانجوج؟ الساعه كام تقديري بتقول لك كوتش؟ شكلها دور انجلش يا عم محمد. ماذا تقصد تلك الفجرة؟ انا لا اتحدث الانجليزيه. وين؟ الفرنسيه هي لغتي الام. أنا لم أقل لكم أتعلم لغة أعدائنا؟ حسن، حسبنا ليس الآن. وأنت يا امرأة تحشمي. عايزة إيه؟ أنا أقول لك عديك والشريف، هي أصدار العرض طالع غصب عنك، جاية
اسكت انت يا بدور. ده انا مؤاخذه ما بنتهددش، هتكسر هتولع هتكسر هنولع. بس كفايه ايه؟ افتكر اللي انا قلته لك كويس. انت كده بتنتحر. اللهم بلغ. اللهم بلغ. اللهم فشل. اللهم فشل. لقد احضرنا دمك. الله اكبر. ولله الحمد. الله اكبر. ولله الحمد. العمر واحد والرب واحد. كاسك يا وطن كان أول عرض مدرج في جامعة اسكندرية، أول عرض يتقدم داخل الحرم الجامعي، وأصبح تقليد سنوي الفريق كل سنة يقدم عرض مدرج جنب عرض المسابقة. وطلع مخرجين كتير جدا من أعضاء الفريق وخريجيه اتخصصوا في عروض المدرج. أذكر منهم وائل عليان وأحمد عبد الله وعمران ومصطفى المليجي وأحمد المليجي ومحمد فاضل. الحقيقة أنا يعني مش عايز أنسى، لكن هتلاقي كل دول أساميهم موجودة عندك في بيان أعمال الفريق. وانتشرت الفكرة في كل كليات جامعة اسكندرية، لدرجة إنه أصبح أي عرض يتقدم خارج المسابقة يبقى اسمه عرض المدرج، حتى لو اتقدم في مسرح عادي. يعني فكرة عرض المدرج طلعت من فريق كلية تجارة للفنون المسرحية؟ مش بس فكرة عرض المدرج اللي صدرها الفريق لكليات الجامعة، ده الفريق بنفسه سعى لتأسيس فرق فنون مسرحية في كل الكليات، وكان أولهم فريق كلية الحقوق للفنون المسرحية اللي أسسه أحمد جابر ومصطفى موسى خريج الفريق، ومحمد الزيني خريج الفريق اللي كان رئيس فريق قبل كده أسس فريق آداب وفريق فنون جميلة للفنون المسرحية. ده حتى اسم فريق كلية كذا للفنون المسرحية أصبح الاسم الشائع لكل فرق الجامعة. غريبة أوي، يعني الفريق بيساعد في تكوين فرق بنفسه؟ ما أنا قلت لك قبل كده، الفريق ده مش مجرد فريق لنشاط المسرح، ده فكرة، رسالة حاولنا نوصلها لكليات جامعة اسكندرية كلها. والطريف إن أول عرض عمله فريق كلية الحقوق للفنون المسرحية فاز بالمركز الأول، وكنا فرحانين قوي بميلاد تاني فريق فنون مسرحية بجامعة اسكندرية. اللي مستغرب له بقى إن في موسم 2002-2003 لقيت عرض. هو مش السنة دي رئيس الوزراء ألغى كل الأنشطة في الجامعة بسبب حرب الخليج؟ فعلا توقف النشاط الطلابي في كل كليات جامعات مصر بكل أنواع النشاط، رياضي وثقافي وفني وجوالة وكل النشاط. أستاذ عابد كلم الدكتور الفيومي عميد الكلية وقتها، اللي كان مؤمن جدا بالنشاط الطلابي، عشان كده وافق لنا نقدم العرض، لكن طبعا من غير ميزانية لأن النشاط متوقف رسميا. في الآخر صعبنا عليه وادانا 3000 جنيه. طبعا ما كانوش يقضوا، لكن الأعضاء كملوا العرض، كملوا من معاهم ومولوا العرض بدمهم. يعني مجهودهم يعني؟ لا، بدمهم بجد. يا رب لو الدكتورة ده بيهديك، احنا كل ده مستنيينها يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. الحمد لله اخيرا دخلت فين؟ محمد السيد سايكو؟ انا محمد السيد سايكو؟ هي مش ماشيه بالدور ولا ايه يا استاذه؟ اسكت يا ابني خلينا نخلص. يلا يا استاذه انا اسكت. ما عرفتكش انا كده. بطلع في التلفزيون احيانا لو بتشبك عليا. انت مش لسه متبرع امبارح؟ جيت امبارح وجاي تاني النهارده، ايه المشكله؟ ما ينفعش تتبرع اتنين ورا بعض. يا استاذه الله يسترك، خلينا ناخد ال 10 جنيه واتكل على الله. انت جاي تتبرع عشان 10 جنيه؟ مزنوقين في الديكور يعني بتاع العرض ومحتاجين الفلوس. عرض ايه ونيلة ايه؟ بقول لك ما ينفعش تتبرع يمين ورا بعض، دمك يتصفى. ما يتصفى ولا يتحرق، المهم العرض يطلع. نعم؟ دم يتصفى، انا مش واخد بالي والله. طب ما ينفعش دلوقتي، واجي بكره الصبح. حاضر هبقى ابلغ لك الدكتور. يلا اتفضل. اللي بعده؟ ايوه انا يا استاذه. واتعمل عرض عاشق الروح، كان وليد مصطفى هو رئيس الفريق، وده كان النشاط الوحيد في كل جامعات مصر. يعني 85 مفيش ميزانية وتطلعوا العرض، 86 مفيش اتحاد وتطلعوا العرض، 2002 قرار من رئيس الوزراء بإلغاء النشاط وتطلعوا العرض. هو في ايه؟ في إن ده فريق كلية تجارة للفنون المسرحية، الفريق اللي من أول ما تأسس كان مصر على الاستمرار، مصر إنه يقدم عرض مسرحي واحد على الأقل كل موسم. لاحظت وانت بتفرجني على عروض الفريق إن في عرضين ما تعرضوش على المسرح.
تقصد عرض ضرب عسكر ودكتور زعتر. مش فاكر، بس تقريبا في عرض منهم كان في شادر. ده كان عرض ضرب عسكر. المخرج محمد عبد الفتاح كان عنده فكرة إنه يقدم العرض في فضاء غير تقليدي، كان عايز يقدم العرض في شادر، والحقيقة إن ده كان مناسب جداً لموضوع العرض. قدرت أقنع رعاية شباب الجامعة إن هم يدونا الحديقة الخلفية لمبنى رعاية الشباب، وبالفعل العرض اتقدم في شادر ونجح جداً، وفاز بالمركز الأول على مستوى جامعة اسكندرية، وفي القمي فاز بالمركز الأول على مستوى جامعات مصر. حلو قوي، ده العرض الأول. العرض تاني ما قدرتش أفهم هما بيقدموه فين، كأنهم بيقدموه على حيطة بالظبط. اللي حصل إن فريد شوقي مخرج العرض كان عنده فكرة جديدة، كان عايز يعمل العرض على حائط مدرج جيم. أنا ما قدرتش أقنع إدارة الجامعة بإن إحنا نقدم العرض على المدرج، لكن في الوقت ده كان مسرح العبد اتهد ومفيش غير حيطة. اتبنت سقالات على الحيطة، وإبراهيم الفرن بنالنا مدرج صغير لجلوس المتفرجين. في العرضين دول كان لأول مرة يتقدم عروض مسرح جامعة في فضاء غير تقليدي. لكل عرض من عروض الفريق حكاية مش ممكن أنساها، ولكل مخرج كمان حكاية مش ممكن أنساها. زي ما أنا لغاية دلوقتي مش قادر أنسى ابننا الغالي محمد عبد القادر، مخرج عرض منمنمات تاريخية، اللي فقدناه في حادث أليم بعد العرض بسنة. وحضرتك بقى ما سبتش الفريق من ساعة ما أسسته؟ تقدر تقول إن الفريق ده أهم إنجاز ليا في حياتي، عشان كده كنت مرتبط بيه جدا، ولغاية دلوقتي مرتبط بيه، وضحيت عشانه بحاجات كتير. لكن جيت في سنة 2010 وكان السفر أمر حتمي عشان متطلبات أسرتي. في الوقت ده محمد فاضل كان بيخرج مسرحية شيء في صبري. هو كان عرض مدرج، وده كان أول مرة يقدم الفريق عرض مسرحي وأنا مش موجود. ما تتخيلش وقتها كان شعوري عامل إزاي. أو غير متاح. اسلام، ايه الاخبار العرض؟ دكتور ايمن معانا على التليفون. دكتور ايمن. ها؟ انا مش سامع حاجه، مش سامع حاجه. طيب الفريق سامعني؟ عملتوا ايه في العرض؟ تمام. بقول لكم ايه بقى؟ اول يوم غربة ليا النهارده. اول يوم غربة ليا النهارده. انا عايز اسمعهم. يا دكتور يا ابني انا عايز اسمعهم. اسلام، هما مش بيغنوا ليه؟ مش بيغنوا اغاني العرض ليه؟ الو الو يا ابني، الو.
ننتهي بمجرد إتمام هذا الفعل لكان الخير في الإسراع، لو أن تخطى ويسر سوء العاقبة واقتبس النجاح بمجرد الإجازة عليه، لو أن المسألة تنتهي عند هذه الضربة وحدها هنا. ولكن الرب مش كده يا سعيد، قلت لك مليون مرة مكبس ده ملك، فاهم يعني إيه ملك؟ مش عارف تلعب الدور مشيك واجب ياسر، ركز معايا يا سعيد، ركز معايا. شايف الجيست يا سعيد؟ أهو الجيست يا سامي، أهو بالظبط. أهلا 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 فاضل البيت، ما بدري على ميعادك، أبعت بقى أجيب لك كوباية القهوة كده عشان تبتدي تفوق معانا. لا إله إلا الله، مش عاجبك يعني السكوت ده؟ خير مالك؟ أستاذ عابد مخلوف، تعيش أنت بقال الله. ياه، السنين مرت بسرعة. أجيال ورا أجيال، وزي ما بتقول الأغنية الإيد بتسلم راية الإيد. 2012 كانت سنة مهمة للفريق. فعلا السنة دي كانت مهمة لأن الفريق كان بقاله 8 سنين ما خدش مركز أول. بعد 2004 بعرض البوتقة خد مركز أول بعرض مكبس، لكن مش حكاية مركز أول وبس، الحقيقة أنه كان له وقعة مهمة جدا. ده كان أول عرض مسرحي بعد عرض بيرم بيرم اللي افتتح مسرح بيرم التونسي، بعد عرض الافتتاح بيرم بيرم في مهرجان ربيع المسرح. اللي مستغرب له بقى ليه الخريجين دايما واقفين مع الفريق ظهر في ظهر، لأن هي دي فلسفة الفريق، تواصل الأجيال. هتلاقي خريجين من 40 سنة وخريجين السنة اللي فاتت، لكن في موقفين للخريجين مش ممكن أبدا يحصلوا إلا في فريق تجارة. إيه هما؟ الموقف الأول سنة 2004 في عرض البوتقة اللي يعتبر مظاهرة حب للخريجين في حب فرقتهم. عدد كبير جدا من الخريجين شاركوا في العرض. جمال ياقوت المخرج، إيهاب أنديل هو اللي اختار النص وساهم في إعداده وكمان عمل الإعداد الموسيقي، خالد رأفت وسعيد قبيل ساهموا بتدريب الممثلين. ورغم إن سعيد قبيل ما كانش من خريجي الفريق لكنه كان من أصدقاء الفريق. مظاهرة الحب دي ترتب عليها فوز البوتقة بالمركز الأول على مستوى جامعة اسكندرية والتاني على مستوى جامعة مصر. طب والموقف التاني؟ الموقف التاني بعد عرض البوتقة كان في عرض البؤساء. اللي حصل إن اتحاد الطلبة رفض إنه يصرف الميزانية لعرض المسابقة، والأخطر من ده كله إن مجلس الاتحاد بأكمله عمل مذكرة للعميد بحل الفريق، ولولا وقفة الخريجين مع رئيس الفريق وقتها محمد سعيد كان زمان الفريق ده انتهى إلى الأبد. كانت وقفة بطولية لأحمد عطية ورشدي وعبد السميع وأحمد بيومي، واتاخد القرار بإنتاج العرض بتمويل الخريجين. أنا كنت وعدت رامي نادر مخرج العرض وخريج الفريق إن العرض يتقدم وفق تصوره من غير ما ينقصه أي شيء، وفعلاً اعتمد الفريق على الخريجين اللي مولوا العرض بأكتر من 20,000 جنيه، وده كان مبلغ كبير جدا وقتها. والحقيقة إن أحمد بيومي كان له دور كبير جدا في تجميع الخريجين سواء اللي في مصر أو اللي بره مصر عشان يدعموا العرض. ده البؤساء؟ البؤساء ابتديت تحفظ أهو. فاهمك يا ابني والله. خلاص تمام ماشي، يلا سلام. رامي يا رامي. ايه يا بيومي؟ انت زمان كام؟ 30,000. مستحيل، دلوقتي احنا عندنا شويه مشاكل. واحد، اتحاد الطلبه واحنا ما ينفعش نغير فروق العرض ونخليها تتناسب ماديا مع اللي نقدر نجمعه بالجهود الذاتيه. مستحيل طبعا. اولا الخشاب وعدني ان انا ما اتنازلش عن اي حاجه في رؤيتي الاخراجيه، ثانيا مجهودي ومجهود الفريق يترمي على الارض. العرض لازم يطلع بالشكل مشرف. العرض هيطلع بالشكل المشرف اللي كلنا بنتمناه، وتمويله بالكامل هيبقى من الخريجين. استنى انا هتصرف. احمد بيه مصطفى حبيبي، ها صوتك بيقول ان في اخبار كويسه، طمني. قابلت وائل عريان؟ قابلته يا باشا وكله زي الفل، وبكده باللي جمعه الدكتور ايمن من الخريجين بره مصر بقى معانا 21,000 جنيه تقريبا. بجد؟ طب ده هايل جدا. الدوتشي كمان قال لي لو في حاجه ناقصه هو هيبقى يكملها.
عظيم قوي. بس اعتقد ان احنا مش هنحتاج حاجه تانية، خصوصا ان في ناس كتير اتنزلت عن اجورها. هروح انا اطمن رامي بقى. رامي، اخبار حلوه. واحد، العرض كله تمويله هيبقى من الخريجين. اثنين، العرض هيطلع بالصوره المشرفه وجهودنا الذاتيه. على بركه الله. يلا بينا. ودي كانت فرصة مهمة جدا لتجميع الخريجين. في خريجين بعدوا عن الفريق بسبب ظروف مشاغلهم ومشاكل حياتهم، رجعوا تاني وواظبوا على حضور عروض الفريق وحفل فطار رمضان. حفل فطار رمضان؟ ده تقليد سنوي من أول يوم اتأسس فيه الفريق، وفي كل رمضان بنختار يوم نفطر فيه مع بعض أعضاء وخريجين، وكانت بدايته ست البيت. ست البيت؟ ده موضوع هبقى أحكي لك عليه بعدين. لحظة واحدة، في بداية كلامك عن الفريق قلت لي إنك أسسته على لائحة تنظيمية. إيه بقى الحكاية دي؟ اللائحة التنظيمية دي اللي بتضم كل القيم وأهداف الفريق ونظامه، وكمان بتحدد الهيكل التنظيمي اللي بيبدأ برئيس الفريق، وبعدين نائب رئيس الفريق ومجلس الفريق وأمين الصندوق، مسؤولة الآنسات. إيه؟ مسؤولة الآنسات؟ أيوة طبعا، مسؤولة الآنسات. لازم تكون في قيادة نسائية تبقى مسؤولة عن البنات. انت عارف مشاغلهم كتير وجع دماغ، فيبقى في قيادة نسائية هي المسؤولة عن كل شيء يتعلق بآنسات الفريق. وكمان كان أول حاجة ليها ست البيت. بقول لكم ايه، النهارده عندنا يوم مهم خالص، وعندنا كمان ناس مهمين. ناس مين يا قبلتك؟ قبلتك؟ يعني ايه يا قبلتك؟ تعالي بقى انت امسكيني، تعالي يا جواله. يعني ايه يا حبيبتي يا قبلتك؟ ما تقصدش قصدها شباب الفريق يا زكيه. شباب الفريق؟ وانت بقى مستنيه مين فيهم؟ مصطفى المليجي؟ لا، مصطفى طفطف ربنا كرم وسافر. عندنا احمد المليجي واد حلو كده وبيضل ومسمسم وشعره ناعم وزي القمر. لا انت جايب لك حد الإقاضة خلقهم طويل. انا يا ستي بتاعت مسرح خلق يا دوب كنز اقصر مني. وريني عملتي ايه؟ بعد مرور 10 احتفاليات القاضة اتخرجت. خلصي سمي بسم الله الرحمن الرحيم. بطاطا عادي. بقول لكم ايه، انا مش عايزه غلبه. رئيس الفريق والخريجين وكل المعزومين بيحكوا وبيتحاكوا وبيطبخوا. ارجوكم ما تكسفونيش. انا بعرف اتعامل مع الاشكال دي كويس. انت لسه واقفه؟ لا انت بتركبي حاجه لحد هناك عشان انت اساسا انسانه ممله. خدي. ازيك يا نادي يا استاذه زبادي؟ ده القرد ابو سديني. فين البلاعه دي؟ خلينا نشوف الحلويات دي. ايه ريحه البصل المقرفه؟ هو انت هتبايبه اللي بناتي قدامي؟ ما حصلش يا استاذ. انت هتستعملني؟ ما حصلش، انا جعان وعايز اكل. فين الاكل؟ اكل ايه انا؟ لا هو انا ما بحبكش. لا والله كدابه، انت لسه عامله لي اكل. لا ما بحبكش والله كدابه. بنات اكلوني. هو ايه اللي اكلوني؟ يا رجاله الحقوني، البنات بياكلوني. ارجوك اسمعي من هنا. طب وبالنسبة للمراكز اللي حققها الفريق من بعد عرض مكبس؟ بصراحة أنا ما ركزش قوي في حكاية المراكز دي، لكن لما راجعت في بيانات الفريق اكتشفت إن إحنا ما خدناش مراكز فترة طويلة جدا، لغاية ما اتقدم عرض حكاية حب إخراج محمد مكي. بعد كده قدمنا عروض قوية، عروض يعني ما بين مدرج وبين مسابقة، زي نص حالة، ولا العفاريت الزر، على الرصيف، تاجر والمرابي، فرقة 81. لكن ما خدناش مراكز لغاية سنة 2019. خدنا المركز الأول بعرض تريفوجا
إخراج ابن الفريق إبراهيم الفرن. لكن برضه الأزمات اللي هددت استمرارية الفريق ما توقفتش. الأزمة المرة دي كانت على مستوى الكرة الأرضية. يا ساتر يا رب، على مستوى الكرة الأرضية؟ بالظبط كده. جائحة كورونا اللي أوقفت النشاط في العالم كله. I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi. هي أزمة أنا أتصور أنها غير مسبوقة على مستوى العالم كله. الكوكب كان بيلف في حاله، لقى فيروس هيغير أحواله. حرارة وكحة ويخنق نفسك ولا بيبمل بعد ما لمسك. الفيروس اسمه الحركي كورونا. الكوكب كش بدأ يتوتر، فنزل فضر فوق الهايبر. جابله جلافز وجابله كمامة كلور ودول جاب منهم ياما. حرارة وكحة ويخنق نفسك ولا بيبمل بعد ما لمسك. الكوكب أجز قال يتفسح، الكوكب خاف لا يجيله كورونا. بقى يغسل ايده كتير بصابونة، ما بقاش بيسلم ولا بيبوس، بيرش كحول على الفيروس. ده جابله جلافز وجابله كمامة كلور ودول جاب منهم ياما. حرارة وكحة ويخنق نفسك ولا بيبمل بعد ما لمسك. الكوكب محظور في البيت ناو. الكوكب نظف كل البيت، خلص كل حاجات عالويت. طول اليوم يصحى من النوم ياكل ويقوم يرجع للنوم. اهو مش بيسلم ولا بيبوس، بيرش كحول على الفيروس. ده جابله جلافز وجابله كمامة كلور ودول جاب منهم ياما. حرارة وكحة ويخنق نفسك ولا بيبمل بعد ما لمسك. الكوكب بقى اكتف على النت، الكوكب زهقان من الفيسبوك. بقى يعمل فيديوز على تيك توك، كلمك مش بترد، وسناب شات وكمان يوتيوب. والنت بطيء ملوش بيوت. بقى طول اليوم يصحى من النوم ياكل ويقوم يرجع للنوم. اهو مش بيسلم ولا بيبوس، بيرش كحول على الفيروس. ده جابله جلافز وجابله كمامة كلور ودول جاب منهم ياما. حرارة وكحة ويخنق نفسك ولا بيبمل بعد ما لمسك. الكوكب قرر يتغير، وطبعا النشاط الطلابي توقف في العالم كله. وطبعا الفريق ما توقفش. طبعا ده انت حفظت بقى. طبعا انا بقول الكلام ده من هنا للصبح لحد ما ليلت علينا. يا عم معلش، شوف يا سيدي، اللي حصل إن فوزي رئيس الفريق كان عنده فكرة إنه ينشئ مهرجان للغرف، مهرجان لعروض صغيرة الفريق يستضيف فيها كل فرق الجامعة. لكن اللي نفذ الفكرة بقى على مستوى التنفيذ كان خالد الجندي رئيس الفريق بعده. وفي الحقيقة في الوقت ده ساعده عبد الرحمن زكي ومحمد إبراهيم وعلي مدحت، واتعمل مهرجان الغرف. لكن الحقيقة طبعا المهرجان ده في ظل الظروف ما كانش ممكن يتحقق إلا بدعم عميد الكلية دكتور سيد الصيفي. والحقيقة أنا عايز أقول حاجة مهمة قوي هنا. العهد بتاع الدكتور سيد الصيفي ده يعتبر العهد الذهبي الثاني بعد الدكتور محمد الفيوم. لتاني مرة فريق وكل الأنشطة الطلابية بتكون في حالة من النشاط العالي. ده سببه أما يكون عميد الكلية أساساً من طلاب النشاط زي الدكتور الفيومي وزي الدكتور سيد الصيفي. كمان ما ننساش الدكتورة هبة الطويل مستشارة اللجنة اللي دعمت المهرجان وتقدم بعده عروض. في الوقت ده اتعملت انتخابات اتحاد الطلبة، وفاز برئاسة اتحاد طلاب جامعة اسكندرية محمد التركي عضو الفريق، وده بقى كان تاني رئيس لاتحاد طلاب الجامعة بعد القائد أحمد عبد المنعم واللي فاز بنفس المنصب سنة 2009. اتعمل مهرجان الغرف ونجح نجاح كبير جدا، خصوصا انه كان النشاط الوحيد خلال فترة كورونا. بعد كده الفريق قرر انه يقدم اول عرض مدرج بعد كورونا، وده كان عرض 8 حارة يوتوبيا اخراج علي مدحت. الموسم بقى اللي بعده اللي هو الموسم ال40 للفريق، موسم 21-22، الفريق قدم عرض المدرج انت حر اخراج خريج الفريق عمرو بركات، وعرض المسابقة كان عرض كاليجولا اخراج
إبراهيم الفرن. لازم اطلع من هناك دلوقتي. اهلا بالوفد الجديد، اهلا. ايه ده انت مين؟ انا احمد المليجي خريج الفريق. بعد اذنك يا دكتور، بعد اذنك. انا مبسوط جدا ان انت جيت يا استاذ احمد. انا مبسوط جدا ان انا داخل الفريق وهعيش في القيم والمبادئ لا بلح. بلح، كل اللي انت بتقوله ده بلح. مش فاهم. بص نجيبها لك من اول الاغنيه. في حاجه زي الهرم؟ لا. في حاجه زي النيل؟ لا. وهم، عايشين في وهم. ما الدكتور ايمن بيلف بيا بقالي ساعه ليه؟ وداك تجاره انجليزي ومبنى نور والملعب وفيكتوريا. ايوه انت عرفت منين الكلام ده؟ يا ابني ما انا خريج فريق، وانا بتاع فورم جيتس، انا خريج فريق. قال لي انت لازم تهتم بدراستك وتطلع خريج تجاره ناجح. خريج تجاره هو عايز محاسبين في الكويت. قال لي ان انت هتعيش حياتك سعيده وتبقى مبسوط وهنطلعك رحلات في الفريق. نصهم بيتفصل اول ما بنبدا. اسمع مني. تعيش في امان ايه؟ بيقول لك سقفنا كان اصله مشمع. يا نهار ابيض. ايه المليار؟ عايشين في المليار. ايه المليار؟ بقول لك ايه؟ انا واضح عليك ان انت بتكرهني في الفريق ومش عايزني اخش عشان ابقى نجم وكده. بقول لك ايه؟ انا داخل فريق انا يا عم عايز تخش خش، وانا فرد امن. خش يا عم خش. يا استاذ احمد خش يا عم. انا استاذ احمد بلد. شكرا يا جدعان. ازيك يا عزيز، عامل ايه؟ انت مين انت كمان؟ انا عادل سعيد خريج الفريق 2015. ايوه مش فاهم اعمل ايه يعني؟ سكسير شيء. لما تخش هنفهم ان شاء الله. طب بص، قبل ما تقول اي حاجه انا عارف انتوا بتطلعوني تدخل الفريق، بس انا ناوي ان انا اخش الفريق. انا جاي اقول لك ان انت لازم تخش الفريق. ايه ده بجد؟ طبعا. انا محتاج حد يدعمني ويشجعني الموضوع ده. انا معاك، لا تقلق، انت لازم تخش الفريق. دايما اي طالب بيخش اي نشاط في الجامعه هنا في الكليه بيبقى مش عارف هو مقرر ايه بالظبط. يعني اللي بيخش عايز يعمل صحاب جداد، واللي بيخش عايز يبقى قائد وقدوه، واللي بيخش عايز يبقى رئيس اتحاد طلبه، وفي اللي بيخش عايز يبقى نجم. ايوه الاخيره انا عايز ابقى نجم. لمحتها في عينيك يا لئيم انت. لا طبعا بيخش عايز يبقى نجم. انت لما بتدخل يعني بيبقى في فرق كبير ما بين طالب النشاط والطالب اللي بره في الكليه العادي. الفرق ده هو الوعي. ايوه انا داخل بقى عشان الوعي يبقى عندي اقوى بكتير. بالظبط. الطالب اللي بره في الجامعه عادي بره ده وعيه اعلى بكتير جدا. ده جاي من بيتهم داخل يحضر ويذاكر ويطلع يتجوز ويشتغل وعارف الدنيا ماشيه ازاي. طب واحنا؟ احنا على الله. احنا بنشير في سندوتش فلافل وسجاره. لا والله انت شبه انتوا من شويه استاذ احمد بيجي ومش عايزني اخش الفريق. لا خالص، انا بهزر معاك. انت لازم تخش النشاط. الوعي بتاع الطالب النشاط طبعا اعلى بكتير جدا جدا جدا، خصوصا الممثل، لان الممثل شغلته التركيز، فالوعي بيبقى اعلى. دايما لما حد بيخش، ايوه حاضر، لما حد بيخش الفريق بيختار هو جوه عايز يبقى ايه بالظبط. بيختار الشق الاجتماعي، الشق الفني، الشق الاداري، كل الحاجات دي كلها. حتى لو تاخد بالك اي خريج كان مميز في الفريق بيكون مميز جدا في شغله بعد كده. موضوع بقى الفن والتمثيل والحاجات دي كلها هو الطريق صعب حبتين، لكن في الاول وفي الاخر هو بايديك. اوعدك اكون قدها. وانا مستنيك تبقى بطل الفريق. حضرتك مين في الفريق؟ وربنا اللي بيتكلم ده دخله الفريق. احمد جابري المحامي خريج الفريق. انت ما سمعتش الباشا لما قال هم كانوا بياخدوا كل الاعضاء من كل حته؟ اقول لك على حاجه، ده جت عليهم فتره كانوا بياخدوا اعضاء بشريه. هيقعدوا معدي ياخدوها. والله. المهم انت مبسوط؟ انا مبسوط جدا، بس انا نفسي ابتدي اليوم والناس عماله تقررني في الدخول. لا انا بكلمك. إيه انت عايز تقول لي حاجه قبل ما نخش؟ بص بصراحه كل اللي قالوه ده افتراء، ظلم،
افترى على الفريق وعلى الراجل ده. ايوه افترى. انا راجل محامي وعارف. بص اي كلام يتقال من غير دليل يبقى افترى. انا بقى جايب لك الدليل على ان الكلام ده صح. ومزيني. عايز تبقى كده؟ اهو واحنا سايبين ايدينا الدليل اهو. قول لي بقى الكلام ده اخره اهو. محمد الزيني. هو بصراحه انا اتلككت عشان اطلع وبعدين انا اتضايقت قوي ان انتوا واقفين هنا. في حاجه ما عملتهاش من سنه 94 هموت واعملها. ابيض. كانت اخر حاجه ليا على مدرج كليه التجاره هنا سنه 94. والله لا الوقفه دي قديمه. والله العظيم احنا يمكن انا كنت بشرف ان انا كنت من الناس اللي تواجدت في اول عرض مدرج الفريق سنه 91 مسرحيه كاسك يا وطن. 94 وما تقاوحنيش لازعلك. يا ابني انا محامي احبسك. 94 غلطت ايه؟ 92 مش الوزن. 94 راجع معلوماتك هتلاقيها انت صح. ما فكرش كتير. وطبعا كان معانا الدكتور الجميل الدكتور كمال عطيه. كان المدرج ده بيشغي كوميديا من الناس اللي فيه. لا فريق التجاره ممارسه النشاط بيفرق كتير جدا في الحياه دي حقيقه. يعني طالب النشاط لازم بيفرق عن اي حد. انا مش عايز انظر، انا حابب ان انا اقف واتكلم معاكم والله العظيم بالصبح. بس كده الحمد لله واقدر اقول لك عايز حاجه زينه قبل ما امشي؟ زيني حتى ابوك عارف البيت تروح؟ هروحك انا ما تقلقش. يلا طبعا يا ابني لازم تخش الفريق واوعى تصدقني. يلا سلام عليكم. انتوا بقى رايكم ايه؟ اخش الفريق ولا لا؟ حابب تبقى واحد مننا؟ نكمل الاجنه بداوم؟ نحافظ على فرقتنا. استمر بلا توقف. نكمل بعض كتف في كتف. ظهر في ظهر. ايد بتسلم رايه لايد. رايه ايه يا عزيز؟ معاكم طبعا. احدث عضو للفريق. احسن فريق جروب مسرحيه. احسن فريق جروب مسرحيه. احسن فريق جروب مسرحيه. زي الهرم زي النيل فخر شباب الكليات للأجيال جيل بعد جيل. أول ما هنقول الخشاب والكعكي والدج وعثمان اسأل عنه دعاني الأصحاب هيقول لك أحلى كان يا مكان.
ملهاش بقى شماعة، قلنا بإيدينا وهنكمل، والمسألة عايزة شجاعة. محمد عبد الفتاح بالله لعبت معاه واخدنا اللجنة، وفي القفص بعد التاني وعرضنا في قلب مدرجنا، ومن أبطالنا فضل اتنين وشالونا جوه حباب العين، أحمد عبد الله أنت وفريد، كم ساعة عليك وصلاة الزين. لا 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 وحدي بادي يا مجمع، سقفنا كان أصله مشمع، وفونا خشب جلمالي في مسابقتكم بيتأمع، وتحت الأرض اتجمعنا وضرب أصغر ليها معنا، وعرضنا يومها في الشادر والعالم كله ولا يسعنا، وبعدها النور اتطفى وجالنا أحمد مصطفى، وأحمد عبد الفتاح لينا لعبت معاه وخد بإيدينا، لمينا فلوس بينا وبينهم واتحدينا وعملنا العرض، لا مشوارير وبيننا ولا أي مخلوق فوق الأرض. سبع سنين عدوا علينا والظلم كان قاسى علينا، واخدنا أول بعد غياب الموقف غالي علينا، وقنا بتفرج وارتحنا وأحمد حسني ريحنا، بصينا لقينا رجالة في الشدة واقفين ويانا، وطريق أبو زيد يا هلالي تعالى ريح لي بالي، خد الفريق ابعت لبعيد والنجوم في السما بتلالي، وسألنا سايكو ليه ما بيجيش، قالوا لنا سايكو راح الجيش، والله وهتوحشنا يا دفعة، يا رب يخليك لنا وتعيش. وجالنا كريم عبد الحميد وبقى رئيس فريق شديد، وأعضاء المجلس هم قاعدين بيدوروا على فصل جديد، 8 سنين رايحين جايين وفي مجلس كنا محترفين، واللي جمع أول سين وفتحنا برمضان سنين، وبقالنا في الحب حكاية أجمل بداية ونهاية، والأول جالنا لحد الباب ورفعنا في الجامعة الراية، والفرن جالنا تريبونا وقلبنا في الجو الموجة، عشر أول كان بجدارة والقوم اتشرف بتجارة، وفي ميلاده الأربعين كل حبايبه مجتمعين، وكل وحيد وكل فريد من الفشام لآخر فريق، في التجارة فريق تمثيل زي الهرم زي النيل، فخر شباب الكليات للأجيال جيل بعد جيل.
لا شغال طلع في حنجره هنا زي الفل ما تقلقش. اتمنى يكون العرض البسيط ده عجبكم. الحقيقه يعني العرض يعني عشان نحكي على 40 سنه ده احنا عايزين 10 سنين تانيين. فطبيعي سامحونا لو احنا اغفلنا قناه كبيره زي حضراتكم ممكن نكون ما ذكرناهاش او كده. الوقت كان ضيق فوق الغايه. والحقيقه يعني ان الاحتفاليه دي ما كانتش هتطلع للنور غير بوجود او بدعم الاستاذ الدكتور السيد السيفي عماد الكبير. حقيقه انا بشكره جدا 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 على دعمه. شكرا جدا. وايضا بشكر الدكتوره مستشاره اللجنه الفنيه الدكتوره هبه الطويل. هي ما تاخرتش علينا في اي حاجه. والاستاذ محمد فؤاد مدير رعايه الشباب الكليه. كل الشكر لكافه موظفين الجامعه من المشرفين الاستاذ شحات والاستاذ داليا الى اخره من الاساتذه الكبار. الحقيقه اسمحوا لي لو هطول عليكم شويه، احنا اليوم طويل انا عارف في تكريمات وفي حاجات كتير. بس يعني مجموعه العمل دي بحقيقه كلها فريق كليه التجاره والفنون المسرحيه. بالمناسبه شباب الاستعراضات اول يوم فن هو النهارده، هم دخلوا اول امبارح الفريق. المادة التاريخية للعرض اللي استندت عليها طول الوقت كان مؤسس فريق الدكتور أيمن الخشاب. استعراضات الفنان محمد صلاح. يعني شريكي في النجاحات كتير وفي حياتي العمليه كتير. اللي عمل الرؤيه الموسيقيه للعرض توزيعات اغنيه الفريق مايسترو محمد خالد. اغنيه الفريق نفسها غناء ادهم جمال. حبيبه النجار. مريم اسلام. عمرو الشيخ. توزيع ميكس وماستر المايسترو الكبير الاستاذ اسامه كمال. وتسجلت في استوديو عود بفريق الفريق شريف ياسر. العرض كتابه خريج الفريق محمد عبد الكريم. اعداد الماده الفيلميه والسينمائيه الحقيقه مجموعه وكروت تصوير ومدير التصوير والمونتاج وكل حاجات كتير. اولهم حسن جمال. واللي ارهقناه في التصوير عبد الرحمن الجماعي. تجهيزات ومعدات تصوير احمد محي. وشاركنا في المونتاج ايضا محمد خالد. اضاءه احمد طارق. تجهيزات فنيه احمد انور. محمد انور. شكر خاص جدا الحقيقه لحد بعتمد عليه كتير وهو دلوقتي احدث دكتور او في مرحله الدكتوراه من خريجين فريق المسرح، هو صديقي واخويا محمد عبد القادر. ايه تاني؟ بشكر ضيوف العرض الفنان احمد مليجي، الفنان عادل سعيد، الفنان احمد جابر. مساعدين الاخراج روان الطيب، ومحمد مسعود. رئيس الفريق ورئيس الاتحاد عبد الرحمن زكي. بشكركم ومش هطول عليكم، زي ما بقول اعذرونا لو احنا قصرنا في بعض المواد التاريخيه نظرا ان احنا كنا عايزين نضغط الوقت العرض عشان التكريمات، فسامحونا على اي شيء ونتمنى يكون الوضع عجبكم. شكرا لكم، ودلوقتي المايك مع احمد
احمد المليجي هيقدم لنا حفل تكريمات. فريق تمثيل زي الهرم زي النيل فخر شباب